الماليه والاشخاص. به. معناها تجبد سيف وتضرب واحد وقداش من واحد يموت يقتلوه على التليفون ولا على 10,000 يصنف عمليه ارهابيه حسب عمليه ارهابيه ومع الاغتصاب. سامحني مع الاغتصاب هذا مع عمليه ارهابيه صنف 2. الارهاب اللي موجه ضد الدوله صنف 1 واضح، والارهاب والاخر صنف 2. فهمت كيفاه؟ واضح. واحد يمس من الامن القومي وواحد يمس من الامن العام. من الامن لا هو يمس من الامن العام زاد من الامن العام مش من الشخص يمس من الامن العام الكل. فهمت كيفاه؟ يرهب العباد الكل. باهي كون واضح معي. مع تطبيق حكم الاعدام؟ اي نعم مع تطبيق حكم الاعدام. فما قضايا نتاع الاغتصاب وقضايا نتاع قتل شنيعه يلزم يطبق فيها حكم الاعدام. ما فيش حديث ما فيش كلام. انا تجي تقتل لي قريبي ولا ولدي ولا بنتي معناها شنو انا نقعد نتفرج فيك تاخذ 5 سنين ولا تحكم عليك ب10 تاخذ 50 وتخرج. لا المنظمات الحقوقيه ترفض هذه. هي من حقها باش ترفض. لكن هذا رايك تتحمل طبعا لك حريه اعطاء الراي. قلت لك نرجع لسؤالي اللي سالت قلت لي تو نرجع لي. المخدرات كيفاش توصل لتونس؟ نحن ديما نشوفوا الحلقه الاضعف المستهلك البسيط واضح اللي يقوم بعمليات كبيره اجراميه كيفاش دخلت؟ باهي فما رغبه في العالم. الناس اللي تحكموا في العالم مش بلدان مش نحكيو على امريكيه ورسمي لا منظومات اللي هي تكسب المؤسسات الكبرى وتكسب الفلوس وعندها القرارات تنفذ على الدول بما في ذلك الدول العظمى. الناس هذوما تساعدهم الجريمه معناها سيده. ومعنا مالوريزمون انت قبيله قلت لي منظمات فما منظمات مش كل فما منظمات تلقاها مدعومه من طرف الجهات هذه باش يسمحوا للناس اللي يمارسوا الجريمه باش يفلتوا من العقاب. نحكيو في جريمه الحق العام راه مش نحكيو طبعا معناها باش ياخذ ومعناها جريمه الحق العام ضد شكون؟ ضد المواطنين العاديين. تو انا شفتهم الناس اللي قاعدين يعملوا وقفه احتجاجيه معناها في باردو غاديين هذوك. فهمتي شكون باش يستنفع من احيانا من حالات نتاع معناها الرخفان شويه؟ هم الناس المجرمه المتعودين على الجريمه. الناس اللي تحكم عليهم من مرتين 3 و4 مرات ويخرج ويعاود. بريف عجبت لي على المخدرات. نفهم من كلامك فما تحالف عالمي مع الدول على انه المخدرات لازم تكون موجوده. ما هي اساس الخراب نتاع البلدان. اساس خراب البلدان. دونك شو يعملوا؟ معناها يغرقوا البلدان بالمخدرات. في اوقات كانت تتعدى في كميات صغيره وتجي عن طريق البحار وغيره وتو ولاو حتى الاركاج بالطيارات. بعلم الدوله ولا ما غير علم هزوز؟ لا 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 بدون علمها. لكن فما افراد احيانا في الدوله يبداوا معاهم ويعاونوهم وياخذوا بايهم وكذا. هذا موجود في العالم مجمع. فهمت كيفاه؟ يغطيوا عليهم. نقعدوا في تونس بعلم الدوله وما غير هزوز موجود. اسمعني كي تقول الدوله معناها رسميا لا مش بعون الدوله لكن افراد من الدوله هي سي بوسيبل. هذا ممكن باش يبداوا في بالهم باش يعاونوا. ما عادش انا باش يلقي في بقعه معناها فيها وحدات امنيه كذا يحب يضمن روحه يحب معناها فما ضمانه. شوف فما رغبه في العالم يحبوا يدفعوا في اتجاه تقصير الدول. معناها الدول ما عادش يحبوها على الشكل هذه. احدى الادوات هذه معناها دفعان في اتجاه الجريمه تقويه الجريمه اللي يلتحى بالدول. فما شكون يخمم اللي لازم تكون حكومه واحده في العالم. حكومه واحده هي تدير شأن البلدان الكل والبلدان تدار بشكل بلدي. وهالوزارات وهالدفاع ولا وزاره الخارجيه والكذا يلزمها تتنحى. فهمت كيفاه؟ وتقليص العدد نتاع المتساكنين المعموره من 6 مليارات الى مليار. فما برنامج كامل يحبوا يعملوه. دونك الجريمه هي احدى ادوات العمل هذا. احدى وابرز ادوات ابرزها طبعا الجريمه والمخدرات اللي تدخل للبلاد. كيفاش تدخل وقتاش تدخل من وراء ومن يحمي من؟ هذا سؤال كبير ما نتصورش عندك الاجابه نتاعو سي هشام. لا فما نقعدوا فيه برشا. من يحمي من يحمي من؟ والله تلقى جهات معناها دي سونت جرافيتي نتاع النفوذ موجوده. العبد اقوى من سيدو احيانا. في الحاله هذه احيانا كي يبدا يعرف عليه معطيات. اش قلت لك انا قبيله جبدنا على كود كي يبدا يعرف عليك حاجات يولي معناها ما تنجم تعمل حتى شيء. واضح. كي حتى كي تاخذ معاه اجراء يقول لك لا انت عملت ولا عندك هيك الحاجه تولي تسكت. واضح. شكرا لك سيد هشام المدب. سيد العميد من بعد شويه نحكيو على امكانيه تمركز قاده عسكريه امريكيه في تونس مشروع افريكوم وغيره. وايضا نحكيو على قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحامله للسلاح. اول مره تعرض على البرلمان كان 2015 وتم رفضه باش يرجع من بعد في 24 جوان 2020. والى حد الان فما حمله حاسبهم وغيره للناس اللي ترفض القانون هذا. تقول قانون يؤسس لدوله البوليس. ما الفرق بين البوليس قبل